السي خالد ياسين مرحبا. السي خالد ياسين غادي نوضع الصورة نتاعك باش يعرفوك الناس، لأن كاين اللي عارفك بالصورة، كاين اللي عارفك بالسمية، وكاين اللي عارفك بالصورة والسمية. المهم باش الناس يعرفوا دوك وائل سرجي، دوك ماشي دوكي، لأن المشكل ما عنديش معاك انت، المشكل عندي مع داك الهضرة نتاعتك، ديك قوة الهضرة نتاعتك. راه تبعتك أنا قبل ملي كنتي كتهضر قبل المونديال ابن عمي، وداك الهضرة اللي كنتي كتقول باقي كتقولها هي غير هو ملي كيربح الواحد كتحنت وكتضرب الطم كتخدع، وملي كيخسر كتجي وتقولوا لنا قلتها لكم. وهذه قلتها لكم راه كاينه في يعني في الثقافه الشعبيه نتاعنا، في السلوكات نتاعنا حنا كمغاربه. داك الانسان اللي كتلقاه في الدرب من العائله كيستنى كيتخسر، كيستنى كيتفشل، ويقول لك قلتها لك صاحبي، لان الاكيد انك غتخسر. راك في الحياه واحد المره تربح، جوج مرات تربح، ثلاثه تربح، الرابعه تخسر، عاود تربح، عاود تخسر، تخسر تربح، تربح تخسر تربح. هذه هي الحياه عند الانسان اللي كيجتهد وكيخدم. وهادو اللي بحالك شادين القنت في راس الدرب، وعندهم واحد العمود كيخبشوا في التراب وكيضربوا فيها كازا اللي ما بقاتش يمكن دابا كاع هذيك، وكيبقى قاني على بنادم اللي خدام، غير يلقاه فشل في شي افير ولا في شي بيعه وشريه يقول له قلتها لك، قلت لك غادي تخسر، قلت لك غادي تطيح. دابا انت هكذا نفس الهضره ابن عمي قلتيها قبل كاس العالم، وملي جا النجاح وجا التتويج ديال انك توصل بالمنتخب ديالك لنصف النهايه في الوقت اللي حتى واحد ما كان كيستناه، ولكن حنا ضربنا الطب. حنا ما بديناش من الاول كنبقاو نفهموا. هو نجبدو لك عاود التاريخ ديالك وشنو كنت كتقول في الركراكي قبل كاس العالم. هذيك تسمى نجاح صدفه ياك، والخساره انت كنت عارفها، ودابا كتفلسف خصو يقدم الاستقاله، وداك الساعه نشوفوا شكون انت ابن عمي، شكون انت؟ مادام عطيتي راسك الحق انك تقول هاد الهضره بهذه الطريقه في هذه الظرفيه هذه، حتى هنا عطيت راسي الحق، وغادي ندخل فيك طول وعرض وغنقول لك اش كتخربق، وداك الهضره ديالك جمعها وطويها، لان الفشل ولا الخساره في ماتش واحد يقدر يكون عندها تفسيرات ديال الماتش، ديال شي حوايج كيوقعوا في الماتش. حركه ديال اللاعب تقدر تجيب لك هدف، وحركه ديال اللاعب تقدر تجيب عليك هدف، والدليل ان بينالتي تضيع، كما داك البينالتي ممكن يدخل وكان النتيجه غتكون بدله، وكنا غادي نكونوا مشينا لضربات الجزاء، وفي ضربات الجزاء يمكن هما غيغلبوا كما غلبوا البارح هذاك الجند الحارس اللي عندهم. يعني حسابات وحسابات ممكن توقع هنا وهنا. وشحال من مدرب كبير خسر الليغا ديال اسبانيا، ديال الانجليز، ديال بريطانيا، ديال سلوفيكيا، كاع الليغات ما كاينش شي مدرب كيربح 30 ماتش ولا 32 ماتش ولا 34 ماتش، قليل فين كتوقع. فهمتي يا سي محمد؟ ثم الخروج بهذه الهضره هذه في هذه الوقيته هذه انا كنعتبروه يعني غير ديال ندير الباز. انا هنا لا شيء يعجبني، والركراكي كان خصو كدا، واللعابه جابهم ما دايرين ما فاعلين ما تاركين. بن عمي حنا لا نطبل لاحد، ولكن لا نبخس عمل احد. القمه العقلانيه، الركراكي خسر في ماتش، ماشي هو الاول ولا الاخر اللي غيخسر في هاد كاس افريقيا. ظهرنا هكا داير من 76، جاي انت دابا تقول لسيدي قدم الاستقاله، خليك اخي الركراكي يخدم شغاله وغنشوف. كلشي غادي يبان من بعد. كاينه اخطاء خصو يستافد منها وخصو يصححها، وهاد الهضره اللي خصها تقال. ثم باش نشرح لك شويه الناس اللي كتهضر، سمعتي العادل الرمزي ملي يهضر؟ عادل الرمزي عطى واحد التحليل واقعي موضوعي، وكلنا فهمناه وكلنا اتفقنا معاه. عادل الرمزي قال بان الدخول ديالنا الى كاس العالم كان بواحد المنطق نفسي، واحد المنطق حتى كروي ولا تقني اللي مجهول. المنتخبات الكبيره اللي كانت معنا في الجروب ما عرفاش كي غنلعبوا، ما عرفاش شنو غنديروا، ما عرفاش ليطا ديسبري،
ما عارفاش حتى الطريقه ديال الخدمه ديال واحد المنتخب، والمنتخب اللي يقدر يفاجئك في اي لحظه، وداك الشيء اللي وقع. وماتش بماتش النفسيه ولات كتعزز اكثر، ماتش بماتش. في كاس افريقيا جيتي انت الرابع داخل ديال كاس العالم، جيتي مرشح، وهذه من بين الحوايج اللي خصك تخدم عليها، هو انه لا اللعابه ولا حنا كجماهير ولا الخصوم، خاصه الخصوم اللي ما عندهم ما يخسروا، في لحظه معينه حتى هما داروا داك الشيء اللي درنا حنا في كاس العالم، ومنهم الكونغو، ومنهم جنوب افريقيا، ومنهم الراس الاخضر. واحد العدد نتاع الفرق دارت الخدمه ديالنا حنا اللي درنا في كاس العالم، بمعنى فرق اللي مجهوله بين المزدوجتين، فرق ما عندها ما تخسر، فرق داخله بمنطق جديد، دونك حتى واحد ما كيستنى منها شي حاجه. اذا غادي تعطي بزاف، وغادي تخدم بطريقه اللي غادي تقدر تزعزع الاخرين. ولكن اللي داخل وهو الرابع، اللي داخل وهو مرشح، هو اللي خصو يرد البال في مثل هذه المنافسات. لو كان هضرتي بحال هكا غادي نمشيو معاك ابن عمي، نسمعوك ونقدروا نناقشوا معاك. ولكن داك الطريقه اللي كتهضر بها انت العايق وانت الفايق، انت الفاهم، انت اللي قلتها لكم، اذا ثبت ابن عمي وركن. وداك القضيه نتاع الباز انا كنعاونوك ديرها معنا، ولكن ما تعاودش وخلي الناس تخدم. مازال 3 4 5 ديال ماتش، منافسات جايه وغادي نشوفوا. ونهار اللي غادي نلقاو بان فعلا الركراكي هاد الاخطاء هذه تكررت عنده، ولا ما استفدش من الظروف السابقه، ولا ما عرفش كيفاش يحضر الفريق نتاعو في شروط وظروف اخرى لمنافسات اخرى، انا ذاك لنا حديث اخر. ولكن انتبه فيه بالخساره بالمجيه، تخرج هنا هضر ليه حبس المقابل عمي، ولا لا راه محدود تكتيكيا. اللي محدود تكتيكيا كيوصل نصف النهائي ديال كاس العالم. زعما البرتغال ما عندهم الناس اللي كتقرا التكتيكات، اسبانيا ما عندها اللي كتقرا التكتيكات، بلجيكا ما عندها اللي كيقراو التكتيكات، كندا، كرواتيا، انت اللي كتقرا التكتيكات، انت اللي عارف المحدوديه التكتيكيه. تبت معنا السي خالد الله يهديك، تبت معنا ورتب ورجع للور وتكمش، والهضره تكون موضوعيه، وحتى التاثير نتاعها الا كنتي باغي داك التاثير هذاك، ولا كنتي باغيه قولها من الاخر باش نعرفوا حتى حنا كيفاش غنتفاعلوا معاك في اطار الحق ديالنا كما تحق راسك، بدون تجاوز، بدون تهجم.